مليون سلامة يا عم فتوح، عايز تروح الأهلي، عايز تروح بيراميدز، عايز تروح ريال مدريد، عايز تروح برشلونة، مع 1060 ألف سلامة. ياما راح زيك وأحسن منك وما بكيناش عليهم. لا أنت اللي هتجيب لنا كأس عالم، ولا أنت هتجيب لنا بطولة أفريقيا، ولا أنت اللي اللي مفيش منك اتنين، ولا أنت صاحب 8 بالون دور. بصراحة يعني مجلس إدارة من أول ما جه قراراته سلبية وكلامه سلبي مع مع اللعيبة، والناس عايزة أجدد وهنقعد وهنشوف طلبات الناس. طلبات إيه؟ إحنا اللي نحط طلباتنا ونحط شروطنا. مين أحمد فتوح ده ولا مين غيره عشان يقعد يقول لك أنا هعمل وأسوي وعاوز كذا وفلوسي كذا وآخد بونص مقدم عقد إيه ومنحة توقيع؟ أنت فاكر نفسك إمبابي؟ وإحنا نضحك على بعض يا جدعان؟ لعيبه مصر كلها شبه بعض. ايه لعيب حريف بيقف على الكرة؟ مش عايزين. احنا عايزين لعيب تكتيكي ملتزم بيأدي ادواره في الملعب احسن من اللعيب الحريف ده. احنا ايام ما كان جه الزمالك لعيبه حريفه وبعد كده بطلوا، ما شفناهمش لعيبه كتير. مجلس الاداره طول ما هو قاعد قراراته سلبيه. واول ما جه من اول ما جه وقاعد لي على التلفزيونات. طب انتوا قاعدين بتعملوا على التلفزيونات، هتشتغلوا امتى؟ انا كل ما افتح قناه الاقي حد من مجلس اداره نادي الزمالك، وانت جاي تقعد تتفرج على التلفزيون، جاي تقعد قصدي، واحنا نتفرج عليك في التلفزيون. احنا تقعد تشتغل امتى؟ فين شغلك يا عم وفين تحركاتك؟ انت جاي تقعد. لو انت كده هتقضوها كده يبقى بالسلامه تغوروا في 60 داهيه. الكلام ده مش هينفع. والنادي الزمالك مش مستحمل. احنا عندنا ازمات وعندنا مشاكل. انت المفروض جاي عارف في واحد اتنين تلاته اربعه، جاي بخطه هتعملها تبدا تشتغل فيها. مش جاي بقى تقعد لي مع مهيب شويه وده يقعد لي مع مش عارف ده فلان شويه وده فلان شويه وده فلان شويه، وناخد الصور ونتصور واحنا مش عارف ايه في النادي واحنا بنعمل ايه في النادي. فين حلولك وفين استراتيجيتك وفين خطتك اللي انت هتعملها؟ انا مش عارف والله. حاجه تحرق الدم. طز في فتوح وطز في اي لعيب نفسه فاكر نفسه حاجه في النادي الزمالك. لو الفرقه دي كلها تتفور تغور كلها في 60 داهيه. مفيش حد في نادي الزمالك يتبيك عليه. مفيش لعيب يتبيك عليه في نادي الزمالك. بن شرقي راح، ساسي راح، طارق حامد راح، مصطفى محمد، مصطفى فتحي. اللعيبه مفيش احسن منها ومشيت عادي. الدنيا ما بتقفش على حد. بس مشكلتنا في نادي الزمالك ان احنا بنفضل نطبطب على اللعيب ونطبطب على ده ونعمل في ده ونلاقي فلان ده لا شاط شوطين بقى نجم المباراه. وكله عايز زي زيزو وكله عايز مش عارف ايه، وانا عايز منحة توقيت ايه يا عم؟ احنا اللي بوظنا في نادي الزمالك هو عقد زيزو. الموسم اللي بعده امام عاشور فضل يتنك علينا، ولا انا عايز اسوي بزيزو، وكل اللي يجي بعده عايز يسوي بزيزو. ما هو ده اللي بوظ نادي الزمالك. احنا من ساعه عقد تجديد زيزو الزمالك ما شمهاش، ما شافش بطولات من ساعتها. مش هنضحك على بعض.